ها نحن هنا في فضفضة ما بعد منتصف الليل. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات عيشها ببساطة. حلقة النهاردة هنتكلم عن الحاجات الصغيرة اللي بنعديها بس بعدين بنكتشف إن هي بتوجع. في حاجات كتير قوي بنضحك عليها وقتها أو نسكت ونعدي الموضوع ونغيره، بس في الحياة هي بتبقى وجعت قوي كمان. زي إن مثلا حد من صحابك وانتوا قاعدين في وسط ناس يقوم مروش عليك ومديك كلمة تريقة كده وانت تقوم ضاحك ساعتها، بس تحس كأن في إبرة كده غرزت جوه قلبك ووجعت. أو زي مثلا إنك تبقى عامل حاجة وفخور بيها كده وفرحان، ويجي واحد ملوش لا لازمة ولا كيان ولا كينونة ويقولك وانت فاكر إن ده إنجاز يعني؟ ساعتها تبتسم كده ابتسامة صفرة وتهز راسك تقول له صح، مش إنجاز ولا حاجة، بس تحس إن هزة راسك دي هي هزة جواك، هزة جواك، هزة ثقتك بنفسك وهزة فرحتك وهزة حاجات كتير قوي. أو لما مثلا تحكي حاجة خاصة بيك جدا لحد فتكتشف فجأة إنه قالها لغيرك وكأنك لعبة كده وحاجة مش مهمة أصلا، فساعتها تحس إنك مش في أمان وإن قد إيه إنت قليل قوي في نظره. أو إنك تقول أنا بجد تعبان فيجيلك رد كده كله سخرية يقولك يا عم بقى ما تنشف شوية وتبطل دلع، كبرش الموضوع. فللأسف ما يبقاش قدامك أي حل غير إنك تسكت، مع إنك قلت الكلمة دي وإنت بتنده عليه وبتستغيث عشان بس يحس بيك أو حتى يقدر مشاعرك. وحاجات كتير قوي بقى من كده، أمثلة لو فضلنا نحكي عنها ونقول والله العظيم ما هنخلص. والحقيقة إن الحاجات اللي الواحد كان فاكر إن هي صغيرة هي اللي علمته إمتى يسكت، إمتى يبين إن هو قوي رغم إنه ممكن يبقى مكسور من جواه. بصراحة هي ما كانتش صغيرة، ما كانتش صغيرة ولا هينة ولا عدت من غير ما تسيب علامة، بس الواحد كمان ما بقاش صغير. ومش بس كده، اتعلمت كمان أميز ما بين الضحكة اللي بتخبي الوجع وما بين الضحكة اللي طالعة من القلب بجد. ويمكن كمان أكون اتعلمت أسامح بس ما بنساش، عشان احنا مش أطفال صغيرة عشان ننسى. وأهم حاجة بقى اتعلمتها إني حافظ على قلبي حتى لو الناس شايفاه إنه قوي عادي وممكن يستحمل. إن أقف عند الكلام وأقول لأ، الكلمة دي وجعتني، ومن وقتها ما بقتش أضحك على حاجة بتوجعني عشان ما أوجعش نفسي مرتين. وإنتوا كمان ما تضحكوش على الحاجة اللي بتوجعكم، وقفوا عندها وقولوا لأ، دي وجعتني ودي أثرت فيا. مهما كان اللي حواليك شايفين إن دي حاجة صغيرة أو تافهة، مادام وجعتك يبقى من حقك إنك تتكلم وتقول دي وجعتني، ومن حقك إنك ما تحسش بالوجع عشان محدش في الدنيا أصلا يستاهل إنه يحس بالوجع. وللأسف سكوتنا وتحكينا ممكن يدي مساحة كبيرة قوي للي حوالينا إن هو الأمور تعدي عادي تحت بند الهزار والضحك وإن هي حاجة بسيطة. لا، هي ممكن تبقى حاجة صغيرة وبسيطة بس وجعت، وربنا يبعد عننا كلنا يا رب شعور الوجع ده، عشان تاني وتالت وعاشر وألف محدش في الدنيا يستاهل إنه يحس بالوجع. وبس خلاص، بكده احنا نكون خلصنا فضفضة النهاردة. آخر حاجة وأهم حاجة، ما تنسوش تعملوا لايك للبيج على الفيسبوك وسبسكرايب للشانل على اليوتيوب وفولو على الانستجرام وتيك توك، وتخليكوا فاكرين إن كلنا محتاجين نعيشها ببساطة.